كده إحنا يعني ما دام هنتكلم عن الطبقية، الأول نعرف إيه هي الطبقية، يعني ده الوضع الاجتماعي الطبيعي بتاع أي بلد لازم يبقى فيها طبقية، والّا الطبقية دي ممكن تبقى مثلًا نتيجة اختلاف المعايير، الواحد بيحسبها من معايير اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بتأثّر إن يبقى في طبقات في المجتمع، المتعلم مع الجاهل، الفقير مع الغني، هل ده يوصّلنا في الطبقية؟ طب هل ده فعلًا ده صح إن يبقى في واحد غني وواحد فقير، ده يدّي له الحق إن يبقى مختلف؟ هل المتعلم والمش متعلم اداله ميزه اكبر بكتير ان هو تاني خلاص ما بقاش ليه راي، ما بقاش فكر، وهيتعامل بطريقه مختلفه؟ انت هنا ذكرت الثلاث معايير تقريبا: اقتصادي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. والاجتماعي. يعني هي مش بس مبنية على الفرق الاقتصادي أو مين أغنى من مين، يعني كمان تعليمك بيفرق وبيحطك في طبقة مختلفة، وحالتك الاجتماعية أو الحسب والنسب زي ما بيتقال، يعني برضه بيحطك في تصنيف معين في الطبقات دي.